بداية أنا عاوزاك تسأل نفسك إيه اللي بيخليك توصل لمرحلة الشك؟ هل هو خوفك من الخيانة، قلة ثقتك في اللي حواليك، أو قلة ثقتك بنفسك؟ خلينا متفقين إن الشك لما بيخش حياتنا بيبدأ صغير قوي، زي هو ليه اتأخر في الرد عليا؟ هو ليه ما بيسألش؟ هو اختفى فجأة بقاله ربع ساعة بيعمل إيه؟ هو مين دي؟ هي ليه غيرت الباسورد بتاعها؟ حاجات عادية جدا جدا، بس احنا ممكن نبص لها من ناحية تانية خالص فنوصل ان احنا نبدأ نشك. المشكلة في الشك انه ما بيقفش عند حدود معينة، هو بيبدأ يلعب في دماغك من جوه وياكل فيها، بيبدأ يوصل لمرحلة ان هو بيعميك عن كل الحقائق ويخليك تشوف حاجات مش موجودة، وبدل ما تكون صريح مع شريكك بتبدأ تفكر في سيناريوهات كلها ملهاش اي اساس من الصحة وتبدأ تصدقها. فبدل ما تروح للطرف التاني وتتكلم معاه بتبدأ تكبر الظنون الغلط دي كلها جوه دماغك